سيد خالد او الى ازهر طاهر. ازهر يلعبها الى محمد احمد عبد الجبار. محمد يتقدم بينيه الى خلدون، وخلدون يلعب كره طويله. طالت الكره الى ازهر طاهر. ازهر يتوغل الان. ازهر يلعب الكره عرضيه وكره جول. هشام محمد. هشام محمد يسجل الهدف الثالث بالدقيقه 60 من عمر المباراه. هشام محمد يسجل الهدف الثالث بكرة جميلة وبجملة تكتيكية رائعة من لاعبي الزوراء. تنطلق إلى جهة اليمين وتلعب عرضية من جهة اللاعب أزهر طاهر، ويستقبلها هشام محمد اللي منطلق من خلف المدافعين ويسجل الهدف الثالث لفريق الزوراء. ثلاثية نظيفة للزوراء في شباك ضيف التلال اليمني يتناوب على تسجيلها محمد سعد من ركلة جزاء بالدقيقة 26 وأضاف الهدف الثاني بالدقيقة 51، ثم الهدف الثالث هشام محمد بالدقيقة 60. شوف أزهر طاهر كرة عرضية وهشام تابعها وأكملها إلى داخل الشباك. تلعب الكرة من جديد.